هو في إيه يا صبحي؟ إحنا يا أخويا مش هنخلص من حوارات بتاعة أمك كل يوم والتاني. خير يا أميرة، إيه اللي حصل؟ هو أنتِ وأمي ما تعرفوش تسلكوا مع بعض أبدًا؟ فيه إيه؟ إيه اللي حصل النهارده؟ أعمل إيه يا راجل؟ ما هو أمك اللي دايمًا حاشرة نفسها في كل حاجة، كل يوم باضطر إني أكدب عليها وأألف في حوارات قد كده عشان ما تعرفش أنا جايبة إيه ولا رايحة فين ولا جاية منين. يا راجل حرام عليك، ده أنا طالعة ومعايا شوية فاكهة وشوية خضار، لازم توقفني وتقول لي جايبة دي بكام وهاتي حبايتين طماطم وخيارتين. فيه إيه يا صبحي؟ هي أمك مش على قلبها الفلوس قد كده ولا هي الكحكة في إيد اليتيم عجبة؟ باقول لِك إيه يا أميرة، أنتِ بتجيبي من خير ابنها، يعني أمي تاخد اللي هي عايزاه ولايميها بقى. تاخد إيه يا راجل، هو أنت بتدّيني إيه يا حسرة؟ طب إيدك بقى يا أخويا وزوّد لي مصروف البيت، أنت ناسي إن إحنا داخلين على أيام مفترجة والفلوس بتخلص. يا أميرة حرام عليكِ، أنتِ ناسية يا ولية إن الشغل خلاص نقلني وهنستلم الشقة الجديدة وأنا مديون لطوب الأرض. ده أنا كنت باقول يعني لو معاكِ قرشين مدكناهم على جنب كده والّا كده هاتيهم عشان نسدد تمن الشقة بدل أقساط، وكمان ممكن إني أعمل قرض على مرتبي وهياخد أكتر من نُص المرتب. آه، مدكناهم منين يا حسرة؟ هو أنت مخلّي لي حاجة؟ اوعى يا صبحي من وشي، اوعى خلّيني أشوف هاعمل أكل إيه. مشيت أميرة من قدامه وراحت على بنتها شيماء اللي كانت في تالتة إعدادي، لقيتها قاعدة بتذاكر وبتقول: ماما، هو إحنا بصحيح هنمشي من الحتة دي ونروح مكان تاني؟ يعني هنبدأ في مدرسة جديدة وصحاب جداد ما حدش يعرف عننا حاجة؟ أيوه يا أختي، ومالِك مبسوطة كده؟ ده أبوكِ يا أختي واخدنا بالدين، وبعدين يا أختي مش حتّة جديدة ولا حاجة، إحنا بس هنرتاح من وش جدتِك اللي في الطالعة والنازلة قرفاني، رايحة فين وجاية منين؟ طب باقول لِك إيه يا ماما، هو إحنا هنشتري بيت كبير بجنينة وفيلا وكده؟ حِلِك حِلِك يا بنت صبحي، بيت كبير بجنينة وفيلا! منين يا أختي؟ ده أبوكِ عمّال يشحت في الإذاعة. خلّصي يا بت، شوفي اللي وراكِ عشان تيجي معايا تطبّقي الغسيل والّا نلِم شوية حاجات. أميرة خلّصت اللي وراها وراحت على التليفون، كلّمت صفاء أختها وقالت: أيوه يا صفاء، باقول لِك إيه، اعملي حسابِك إن إحنا نازلين النهارده بعد المغرب، أنا معايا قرشين وعايزة أروح أجيب بيهم اللي أنا قُلت لِك عليه. خلاص يا أميرة، وبرضه هتجيبي من ورا جوزِك؟ يا بت، ده أنتِ ظروف جوزِك زي الزفت، ده كان مكلم جوزي وطالب منه فلوس سَلَف. هو أنا مالي، ما يستلف والّا تتقطم رقبته، أنا ما ليش دعوة يا حبيبتي. باقول لِك إيه، بعد ساعتين من دلوقتي تقابليني في السوق، سلام. وبعد حوالي ساعتين كانت أميرة واقفة مع أختها صفاء قدام محل سايخ كبير قوي وبتقول: شفتي بقى، أديني اشتريت الخاتم اللي نفسي فيه. أيوة كده، أعينه بقى جنب إخواته ولا من شاف ولا من داري. إلا قوليلي يا أميرة، الخواتم اللي انت بتشتريها والحلقان دي كلها هتعملي بيهم ايه؟ أظن ما هتساعدي جوزك في الشقة الجديدة اللي عايز ياخدها عشان عايزة تخلصي من بيت العيلة. لأ طبعًا، وأساعده ليه؟ هو ياخده يستلف، يبيع أي حاجة، هو حُر، دول الفلوس دي أنا مدكناهم من مصروف البيت من وراه، وما يعرفش عنهم حاجة، بقى معايا دلوقتي ييجي أكتر من 50 جرام دهب في عين العدو. يبقى أنتِ بقى بتحوّشي عشان بنتِك، ما هي بنتِك بقت في تالتة إعدادي وبكرة تبقى عروسة وتتجوّز، صح؟ لأ طبعًا، وهو برضه اللي جهّز بنته، أنا مالي، هو أنتِ فاكراني زي الستات الخايبة اللي أحوّش التحويشة وأقول له خُدها؟ لأ طبعًا، الراجل يا أختي لمّا بيتزنق بيتصرّف. طَب يا بنتي لو شاف الدهب ده هتعملي إيه؟ ساعتها هاقول له أي حاجة، هاقول له إنهم بتوعِك، بتوع واحدة صاحبتي، واحدة جارتنا، أي حاجة، هو أنا هاغلب؟ زي ما كدبت عليه وقُلت له النهارده إن أنا نازلة معاكِ عشان نبيع غويشة، عشان جوزِك مزنوق. اسكتي، اسكتي يا أميرة، ده جوزِك عمّال يلِف على الناس ويتسلف منهم، وبيقول عشان نجهّز الشقة اللي في الشغل الجديد اللي عايزين تنقلوا له. مع إن أنا عارفة إن أنتِ اللي هتتجنني وتروحي الشقة الجديدة عشان تخلصي من حماتِك.
أعمل إيه بس يا صفاء؟ ما هي يا أختي اللي واقفة لي زي اللقمة في الزور، في الطلعة والنازلة، رايحة فين وجاية منين؟ يلا يلا قبل ما يستعوقني. وفي البيت عند أميرة كانت الست جارتها جاية تزورها وبتقول: ازيك يا ست أميرة؟ ده انت وحشاني قوي، بقالي مدة ما شفتكيش. ده انا كل ما بشوف شيماء ربنا يحفظها بقول لها سلمي لي على ماما. حاكم شيماء تبقى صاحبة بنتي، وبنتي بتقول ان شيماء شاطرة جدا وبتجيب الدرجات النهائية. يا لهوي، مين يا اختي اللي قالك كده؟ ده خايبة على عينها، دي على طول ساقطة وبتطلع بملاحق. شيماء بنتي والنبي تتوكس، هي عارفة حاجة؟ ليه يا اختي بتقولي كده؟ ده انا بنتي بتقول انها شاطرة ما شاء الله، وهادية كمان ومؤدبة. هي يا اختي المؤدبة وهادية دي طول النهار مطلعة حسي، وكل ما اقول كلمة تروح تقولها لجدتها. وانت عارفة حماتي لا هي بتنزل لي من زور ولا انا بنزل لها من زور. معلش يا اختي، ربنا يصلح لك الحال. بالاذن بقى، حاكم انا مفروض انزل السوق اشتري شوية طلبات، ما تنزلي معايا اشتري اللي انت عايزاه. منين حصر علينا، المرتب بيخلص يوم 10 في الشهر وبنقضيها على فضل كريم، يوم عند أمي يوم عند حماتي وهي ماشية. حاكم أبو شيماء يا أختي كل شهر والتاني خصمين له من المرتب، وقال إيه يقولوا له إن أنت بتروح متأخر ولا بتأثر في الشغل. يلا هنعمل إيه؟ إيه الكلام ده يا ست أميرة؟ دي بنتِك قايلة للعيال في الدرس إن أنتم هتنقلوا منطقة من بتاعة ولاد الناس، الcompound زي ما بيقولوا، ويا أختي جوزِك هيروح شغل جديد في فرع الشركة الجديدة، يعني معنى كده إن الأشيا هتبقى معدن. يا أختي كلام عيال، هو أنتِ هتاخدي على كلام العيال برضه؟ قومي يا أختي، قومي انزلي السوق بتاعِك قبل ما الحاجة الحلوة تخلص. وبعد شوية حماة أميرة كانت طالعة ليها وبتقول: يا أميرة يا بنتي خدي الدوا بتاعي اديه لصبحي، خليه يجيبهولي، الدوا بقاله أسبوع خلصان وأنا تعبانة قوي. هيجيب لك الدوا منين يا حماتي؟ هو انت مش معاكي معاش وعندك عيالك التانيين؟ ما انت عارفة صبحي على طول مزنوق ومديون لشوشته، ده عمال يستلف من ايدين الناس عشان حتة الشقة الجديدة اللي احنا هننقل فيها عشان شغله. وحياتك يا حماتي ومالكي عليا يمين ما كنت عايزة اطلع من بيتي، على رأي المثل من خرج من داره اتقل مقداره. لكن هنعمل ايه؟ الشركة بتقول إنه لازم يروح الفرع الجديد، وإحنا حتى فلوس الدرس بتاعة البيت ما عارفين ندفعها، وأنتِ جاية عايزة الدوا. معلش يا بنتي بلاه الدوا، ربنا يكون في عونكم يا رب ويسد عنكم، هتقطعوا بيا يا أميرة. معلش بقى يا حماتي، أدي حال الدنيا، بس ولا يهمك، كل أول شهر هعمل زيارة معتبرة واجيلك، هو أنا عندي أغلى منك؟ وبعد كام يوم كان صبحي وأميرة نقلوا الشقة الجديدة، كانت شقة في مكان متوسط، والشقة كمان ما كانتش ولا بد. لكن شيماء كانت مبسوطة جدا، ومع أول يوم في المدرسة قعدت في وسط زمايلها الجداد وقالت: ازيكم يا بنات، أنا اتنقلت جديد معاكم، أنا بابا بقى مدير فرع الشركة اللي هنا، شركة كبيرة قوي، وبابا كل شغله مهم جدا. ماما كمان سيدة أعمال وكل شغلها في البيزنس. السواق لسه جايبني وهيجي ياخدني بعد شوية. بصراحة مرضتش أدخل مدرسة خاصة، وقلت لبابا إن أنا متواضعة جدا وحبيت مدرستكم من أول ما شفتها. شاهين ده صاحبتها قربت منها وقالت: أهلا يا أميرة، نورتي يا حبيبتي. على فكرة إحنا كمان الحمد لله بابايا شغال كويس جدا، بابا دكتور وعنده عيادة كبيرة قوي، وكل البنات دول أبهاتهم كويسين جدا، وإحنا على فكرة ما بندخلش حد الشلة إلا لما يبقى من مستوانا. آه، عندك حق طبعا يا شاهندة، هو أنا ممكن يكون مستوايا أعلى منكم شوية، بس أنا متواضعة جدا وحابة أتعرف عليكم وأبقى صاحبتكم. شيماء عاشت عيشة مش عيشتها وكدبت كدبة صغيرة، وكانت فاكرة زي ما أمها دايما تقول إن دي كدبة بيضة ولما يعرفوا يبقى يحلها ربنا. عاشت الدور وفهمت صحابها إنها بنت عز وبنت زواج، وفي عربية مخصوص بتجيبها المدرسة وترجع تاخدها. كانت عايشة الدور، والبنات كانوا بيحترموها جدا
ومبهورين بحكاياتها. وفي يوم شاهندة صاحبتها بتقول لها: بقولك ايه يا شيماء، انا ليلادي عيد ميلادي، ماما عامله لي عيد ميلاد حلوة قوي، وجايبه لي كمان فرقة، انما ايه هتجنن الليلة كلها. بقولك ايه، الساعة 7 بالتمام والكمال تبقى عندي، وهنتعشى سوا ونعمل عيد ميلاد، وفي على نص الليل كل اصحابنا جايين، واكيد انت طبعا مش هتتأخري. ها؟ آه طبعًا، ده أنا باحب أعياد الميلاد جدًا، ده أنا يوم عيد ميلادي مامي بتعمل لي عيد ميلاد البلد كلها هتفضل تحكي وتتحكى عنه، ده غير الهدايا بقى، كله هدايا دهب، كل قرايبي وصحابي بيجيبوا لي هدايا قيمة جدًا. خلاص يا شيماء، إحنا مستنيينِك، ومستنيين كمان نشوف العربية بتاعتِك ونشوف هديتِك. شيماء اتلخبطت جدًا وحست إنها حاطت نفسها في ورطة. راحت لأمها اللي كانت لسه بتتخانق مع أبوها على المصاريف، وأبوها بيقول: يا ولية حرام عليكي، ارحميني شوية، انت عارفة ان انا لسه النهاردة عامل سلفة، تمن الشقة مش راضي يخلص، والاقساط عالية جدا، وانا مش قادر عليها. انا قلتلك انزلي اشتغلي ولا اعملي اي حاجة، ولا لو حتى معاكي حلق بيعيه، احنا مزنوقين قوي وممكن الراجل يطردنا من الشقة وياخد فلوسه. حرام عليكي، انا مش عارف اعمل ايه. باقول لك إيه يا صبحي، هو أنت جايبني من بيتي عشان تمرمطني معاك وتبيّعني حلقي والّا إيه؟ أنا زي ما قُلت لك كده، أنا عايزة المصروف يزيد الحتّة دي يا أخويا غير البلد عند أمك، الحتّة دي فيها كل حاجة غالية وكل حاجة بفلوس، وإحنا بقى دلوقتي لا أمي جنبي ولا أمك جنبك علشان نروح نتغدى عندهم، يعني لازم على طول يبقى معايا فلوس زيادة، اتصرّف يا صبحي، أنا ما ليش دعوة. خلاص يا أميرة، أنا هنزل أدور على شغل تاني بعد المغرب وربنا يسهل. صبحي سابها ومشي. دخلت شيماء وهي بتقول: بقولك إيه يا ماما، أنا كنت عايزة 500 جنيه. يا لهوي، 500 جنيه ليه يا بت؟ بتشربي سجاير من ورانا واحنا ما نعرفش؟ لا يا ماما، سجاير ايه؟ اصل المدرسين يا ماما في المدرسة الجديدة طالبين ملازم وحاجات كتير قوي ومذكرات شرح، وعندنا كمان امتحان بعد بكرة، يعني أنا لازم أجيب كل الملازم دي علشان أقعد أذاكر عشان أنجح يا ماما. طب ما قلتش ليه يا أختي قبل ما أبوكي يمشي؟ ما هو كان لسه هنا. أقول إيه يا ماما؟ ما أنا سامعة بابا عمال يشتكي من قلة الفلوس، أنا قلت أقولك بقى وأنت أكيد مدكنة. ها؟ مدكنة إيه يا حسرة؟ هو أنا معايا حاجة؟ يعني انت يا ماما مش مدكنة فلوس عشان تنزلي انت وخالته صفاء تجيبي خاتم عشان يتحط جنب الخواتم اللي في درج الكومودينو اللي انت عاملة له مفتاح سري ومخبية المفتاح تحت المرتبة؟ هي لهوي، ايه يا بنت اللي انت بتقوليه ده؟ انت ايه يا بنت اللي عرفك الكلام ده كله؟ انت بتتصنطي عليا ولا ايه؟ لأ يا ماما، ما باتصنّتش عليكِ ولا حاجة، بس أنا باسمعِك على طول وأنتِ بتنزلي مع خالته وبتجيبي خاتم، وأنا باخد المفتاح من تحت المرتبة وافتح درج الكومودينو واشوف الخواتم، وكل شهر يزيدوا واحد. يعني أنا عارفة إن أنتِ بتسمسري من مصروف البيت وبتقولي لبابا إن المصروف بيخلص، عشان كده بقى حاولي تتصرّفي لي في 500 جنيه علشان الملازم والحاجات المهمة بتاعتي. كده ماشي يا أختي، بس اللي أنا باعمله ده اسمها كدبة بيضة يا حبيبتي، يعني أنا باكدب على أبوكِ كدبة بيضة، وفي المقابل باحوّش قرشين أجيب بيهم كام جرام دهب وأحطهم على ناحية للزمن، مش يمكن يا بت أبوكِ يغدر بيّا ويروح يتجوّز عليّا؟ يتجوّز عليكِ إيه يا ماما؟ أصلًا بابا بيخاف منِّك، هو بابا أساسًا ملاحق على مصاريفنا عشان يروح يتجوّز؟ صح يا بت، عندِك حق، بس أنا برضه لازمًا أأمِّن نفسي. عمومًا خدي يا بت يا رغاية يا لمضة أنتِ، خدي ال500 جنيه أهُم وحلي عن قفايا. شيماء راحت جابت لصاحبتها هدية قيمة أوي، وخدتها وراحت العيد ميلاد، وطبعًا طول ما هي قاعدة عمّالة تكذب عليهم وتقول عندي وعندي وعندي، لدرجة إنها قالت لهم إنهم عايشين في بيت كبير جدًا، وعندهم كمان في البلد فيلا كبيرة وفي حرس كمان واقفين عليها. البنات كانوا مبهورين بيها إلا واحدة صاحبتها اسمها صافي، بصت وقالت: يا شيماء، يعني كل ده عندِك؟ يبقى معنى كده بقى
إن انتوا أغنياء جدا، مع إني أعرف إن ولاد الناس الأغنياء بيروحوا مدارس غالية مش زي مدرستنا المتواضعة. ما أنا قُلت لِك يا حبيبتي أنا متواضعة جدًا، ده حتى بابا وماما متواضعين جدًا، ده حتى بابا وماما على طول مسافرين، وماما لمّا تيجي من السفر من الbusiness بتاعها بتجيب شُنط وأكياس كتير أوي لكل الناس الغلابة. آه، طب حِس كده بقى، إحنا كل جمعة بنتجمّع في بيت حد من صحابنا، إيه رأيِك الجمعة الجاية نتجمّع في الفيلا بتاعتكم ونتغدى معاكِ ونقضّي اليوم كُلّه؟ ساعتها شيماء اتلخبطت وما بقتش عارفة تقول ايه ولا تعمل ايه، لكنها لازم توافق عشان الموضوع ما يتكشفش ويبقى يحلها ربنا. طبعا يا بنات انتوا تشرفوا وتنوروا، الجمعة الجاية هتبقى ماما وبابا مسافرين، اصلهم رايحين باريس علشان في صفقة كبيرة قوي بيعملوها، واحنا ممكن نقعد مع بعض طول النهار. خلاص، حيث كده بقى هنجيب معانا ولدين من المدرسة دخلوا الشلة جديد، ولا انت بقى مامتك وباباكي دقة قديمة هيقولوا بلاش ولاد تدخل الشلة؟ لا خالص، ده ماما وبابا ناس فري خالص وكل حاجة ايزي، المهم ان هم يبقوا مؤدبين زيكم. طبعا هعمل لكم غدا كويس جدا، وهخلي كمان السفراجي يعمل لكم سفرة عمركم ما شفتوها. البنات كانوا مبهورين بكلامها وعايزين يجي اليوم بسرعة اللي هيروحوا فيه بيت شيماء ويشوفوا العز اللي هي عايشة فيه. رجعت شيماء البيت وهي شايلة هم الدنيا كله فوق دماغها، لقت أمها بتكلم خالتها في التليفون. أول ما دخلت قالت لأمها اقفلي التليفون دلوقتي يا ماما، أنا عايزاكي في مصيبة، أنا واقعة في مشكلة كبيرة قوي وعايزاكي تحلها لي، تشوفي لي كدبة بيضة كدبة سودا، المهم إن هي تتحل وخلاص. أميرة قفلت التليفون بخضة وقالت في إيه يا بت يا شيماء؟ إيه اللي حصل لك يا بت؟ أنت جيتي من الدرس كده متغيرة، في حاجة ولا إيه؟ بصي بقى يا ماما، بصراحة كده أنا كنت بعمل زيك، كدبت كدبة بيضة وقلت لأصحابي في المدرسة إن أنا أبويا يبقى مدير شركة كبيرة قوي، وعندنا عربية بسواق وعندنا فيلا وعندنا عبده السفرجي وعبده البواب، هو لازم دلوقتي حالا تتصرفي لي في فيلا علشان صحابي هيجوا لي يوم الجمعة. أعمل إيه يا ماما؟ يا لهوي، إيه يا بت الكدب ده كله؟ ده سيناريو يا بت ومحبوك. انتي بتقولي ايه يا بت؟ انا علمتك كده؟ ايوه يا ماما علمتيني كده، مش انتي كنت بتكذبي على بابا وتقولي له المصروف خلص وكانت الكذبه بتاعتي وهو بيزوده وبيديكي فلوس تكفيكي اخر الشهر؟ مش انتي كنت بتكذبي عليه وتقولي له ان انتي نازله السوق وتنزلي مع خالتي وتجيبي خواتم دهب وتعينيها؟ مش بابا عمال يعمل سلف ويستلف من ايدين الناس وانتي معاكي دهب يشتري الشقه دي مرتين؟ صح يا ماما ولا مش صح؟ مش انتي كنت دايما تكذبي على تيتا وتقولي لها ان احنا مش معانا فلوس ندفع فلوس الدرس وتيتا تاخد الروشتة وتمشي؟ يعني انتي بتكذبي والكذبة بتحل المشكلة، انا دلوقتي كذبت ومش لاقية كذبة تحل المشكلة. في الوقت ده الباب خبط، راحت شيماء تفتح واتصدمت لما لقت شلة البنات صحابها كلهم واقفين قدام الباب، ودخلت صافي وقالت مساء الخير يا شيماء، مساء الخير يا طنط أميرة، معلش بقى إن إحنا جينا الفيلا بتاعتكم على غفلة كده ومن غير استئذان، بصراحة إحنا كنا مراقبينك وكنت بتقولي إن في سواق بعربية مستنيكي تحت العمارة، ولما مشينا وراكي لقيناكي بتتشعبطي في الأتوبيسات، مشينا وراكي لحد هنا وعرفنا إن إنتي كذابة وجاية ترسمي علينا الدور، حبينا نفضحك قدام نفسك وقدام أهلك. إحنا مش عايزين نيجي لِك يوم الجمعة ولا حاجة، بس إحنا كنا عاملين لِك مخطط عشان نكشفِك، ولاد الناس مش بيفضلوا يتباهوا باللي عندهم، وبعدين لو أنتِ غنية أوي كان على الأقل خالص يبان على شكلِك ولبسِك مش الكلام وبس، ولاد الناس مش بيتكلموا من طراطيف مناخيرهم، أنتِ يا حبيبتي محدثة نعمة وكمان كدابة، يا ريتِك محدثة نعمة. أميرة ما كانتش مصدقة كمية البنات الصغيرة اللي عمالين يشتموا في شيماء، وشيماء واقفة زي الكتكوت المبلول. ايه يا طنط، مش هتعزمي علينا ندخل ولا ايه؟ ولا يكونش ما عندكوش عشاء؟ في الوقت ده بيخرج صبحي من الأوضة وهو كان نايم، أو يمكن كان عامل نفسه نايم،
لكنه سمع كل حاجة، سمع كل الكلام اللي دار ما بين مراته وبنته. بص لها وقال: بقى كده يا أميرة، بقى أنا عمالة أتسلف من إيدين الناس وعيني في الأرض، ومش جايلي نوم من كتر الدين اللي عليا، وانتي بتخنصري من مصروف البيت عشان تروحي تجيبي خواتم دهب وتعينيها. بتعينيها لإيه؟ هي الشقة دي مش شاريها لك عشان تبعدي عن بيت العيلة وعن تحكمات أمي؟ يا ريتك ربيتي صح، ده انت ربيتي بنت كدابة زيك، بتكذب وتفشر على أصحابها علشان تعيش الدور. اتفضلي اتكلمي قدام صحاب بناتك وقولي لهم ان انت اللي علمتي بنتك كده، انت اللي ربيتيها على ان الكدبة البيضة بتعدي ولما تتكشف يحلها ربنا. سايب لك الشقة وسايب لك كل حاجة وسايب لك بنتك كمان، وهرجع تاني لبيت أمي، هرجع لأمي تشوف لي واحدة ست تحط القرش على القرش، تحط قلبها على قلبي، لما تكون مدكنة حاجة للزمن تفرحني لما أبقى زعلان ولا أبقى مزنوق وبستلف من إيدين الناس، مش تحط عليا وتطلب مني فوق طاقتي. أنا بكرهك يا أميرة، بكرهك. أميرة كانت حابة إنها تحوش حاجة للزمن من ورا جوزها، لكنها كانت بتضغط عليه وتحمله أكتر من طاقته. كانت بتكذب كذبة وتقول دي كذبة بيضة عشان الموقف يتحل. ما خدتش بالها إنها قدوة ومثل أعلى لبنتها، وبنتها بتعمل زيها وبتتعلم منها. البنت كمان كدبت كدبة بيضة، ما كانتش تعرف إنها توصلها لحد كده، توصلها إنها تفضل منبوذة طول العمر في وسط أصحابها والمكان الجديد. ودلوقتي عايزة أعرف آرائكم أنتم، الست أميرة عندها حق في اللي بتعمله، ولا كان المفروض تمسك العصاية من النص، تحوش حاجة للزمن وفي نفس الوقت ما تدينش جوزها ولا تزنقه في سلف وديون وقروض تتعبه بعد كده وتطير النوم من عينه؟ الست أميرة صح إنها علمت بنتها إن الكدبة البيضة بتحل الموقف، ولا غلط؟ والحل إيه؟